السلام عليكم، مرحبا بكم. الحلقة هذه باش نرجعوا بكم ستيل ديلي، باش نحاولوا نحكيو لكم على تاريخ الراب في صفاقس، او الاستوديو او الجروب او الهيت. حط ابوني واعمل جيم ويلا بينا عزيزي. الراب في صفاقس بدا من التسعينات، احنا باش نبداو من الوسط بالضبط 2011. صفاقس، طريق المطار، حي النور. الراب في تونس ولا قوة الفلوس، اما اللي في شرطه ولا ينبن بالدميل دوز. فما اللي صار اسره على اخواته تكبر، فما اللي طيح قدره بس الجيل بلاش يدبر. فما اللي كبر من بابا اليوم ولا رابر بلاي باك سرسان ويقول شوي با اماتور. خلي عادم اللي عنده قرن في الدومان، هذا رابر من قديم الزمان. والله اللمه هذيك اول ما صارت في 2011 نتذكرها، وقتها كان كريم الجانج في تي جامل سير عنده سبيكتاكل انا في جاموس. طلع غنى كريم الجانج وبعد طلعت انا غنيت. بعد ما طلعنا غنينا حكينا في اللوج انفتينا بحثنا لنا في الكريم ميوزك. وقتها احنا عندنا الاستديو بتاعنا انا وفلانكس وشله من الدم معانا. تو كملنا الحفله من هنا، جا بحثنا كريم الجانج لهنا وعملنا لما. اول ما قعدنا على بيت كل السلام احنا قلنا لانسيو فريستايل. قلت له انا حط ستيل دري، حط ستيل دري. بديت انا وقتها في الفريستايل، اول واحد بديت انا، ومن بعد مشى المايك اللي هو عمل هو فريستايل، ومن بعد تعدى الحبيب، ومن بعد الاشكوام ولاتينو وبوقا، وكان بلانكس معانا بالطبيعه خاطر في الاستديو مع بعضنا. كانت اللمه على المحلاها قبل، فهمتني؟ وضربك الفريستايل وقتها. فاضي نشغل متى مرة فتام تبرا بيقوليش أول حال زاد كان قوم بلادك خيم ميوستاش مسؤول خاص تقول خدها من مايكراجي ما تقول مصلو الموسيقى راح كوخيا خلت شي خاف الراس للرقاص اللي قال لاس لابلاس تغاس مني ليك أحلى ديديكاس بهرو في حطة راس ابعد مقدم لنعثر فيك راني هيش كلام الصح من عروقي خارج اللي يحب يوقفني عندي أنا انمي ما عجبكش كلامي ماكش اوبليجي باش تسمعني افهمني. بون كشكاش مجاله طيحية كبيرة برشا صاحبي. كان بوه مسؤول على العمارة هذيا وحلينا فيها، عرفتي طردونا من الاستديو هذا يجوا الاستديو الاخر مازالوا خاطر الكابينات كان نجموا تشوفوا هوني. فما البيت الاخرى زاد كان استديو، فما البيت هذيا كنا نتلمدوا من برشا بلايص بحر طقطاق. مجاله تحية كبيرة ياسر كابريكور مروان شوشان. بالنسبة لي من أقوى لي طالون في تونس مستر الشومة، دينار برود، أيمن فقيه. فماش واحد ما تعداش بالإيتاب هذيا والبلاصة هذيا باش ولا رابور بروفيسيونيل يوما ما. فما البوم كامل خرج وقتها نوار وبلون تاع سانشيرو. البوم كامل وشكون ما يعرفش سانشيرو خويا نرجعوا له تحية كبيرة برشا، وإن شاء الله يرجع لنا لاباس في الغربة تو. واقوى سانشي سيت كات فولوف. منيتو كان الدنيا صنعت مني طبيب، لكن هكا ترى الظروف صنعت مني ذيب. عطات البراني والبلاد قعد غريب، صنعت مني الرابر فرانك لاف الجيب. تشوفوا ما في جي ريان دون مي بوش جي ريان، الدنيا صنعت مني شيان خويا فيان فواغ وجي كروندي. شوف قداش عندي شاد الحيط، قداش ملي لبكيت هكا تشوف ضمان. وقت الراب ما كانش معروف برشا، اصلا ما ثماش عباد تسمعوا، ما عندناش انترنت باش نبص على الموسيقى بتاعنا غاديكيه. بديت انا في اول اغنيه وقتها بدا معايا سانشيرو نعديو له شراوت. سجلت اول اغنيه وقتها كلمات بسيطه ياسر، وحتى الدنيا
تبدلت، مش كيما تو جاو لقاو الدنيا مفروشه. احنا قبل كنا مثلا الفلتر تاع قدام الميكرو نوتي بوس بكلاصه، احنا عاملينها هكا وعاملينها في شكاره، عرفت؟ عشنا نوستالجي، عشنا برشا حكايات على محلاهم. سجلت اول اغنيه كانت بكلمات ياسر بسيطه، عرفت تقول هكا ما زلت نخمم، ما زلت ضايع بين الناس، زلت نذكرهم الكلمات بتاعهم بين المتكبر واللي مطيش تحت الساس، خمم في الغربه باش تخرج من لا ميزان، زعما يا ربي وقتاش نولي لاباس. شقيت الطريق اللي هو الطريق ياسر صعيب، مش سهل، فهمتني؟ 2004 راك تحكي حتى انترنت باش تهبط تيتر ما ثماش وين تهبط، فهمتني؟ معناها نسمعها كان في التليفون، وقت التليفونات مازالوا كي بداو طلعوا 2005 2006 نعديو في الاغنيه بالانفراروج وقتها، حتى بلوتوث ما ثماش، فهمتني؟ تو ومن بعد صورت كليب في 2007. الكليب هذا كان انا ومادي ستايل اسمه كما نجي ونشوف، وقتها تنجم تقول من الكليبات التوالي اللي ظهروا في تونس، فهمتني؟ عملنا فيتشرينج وصورناه كليب بامكانيات ياسر بسيطه في كل شيء، اما بدات الناس تحب حاجه اسمها راب، بدات العباد كيفاش يقولوا فيها بشويه تسمع الراب تتغرم. تو احنا بعد بريود انا حلينا الاستديو سميناه كريم ميوزك انا وبلانكس. اول ما حلينا الاستديو حليته انا وبلانكس وهاش توام والجنرال كان معنا مستر بسايكو يعيش فرنسا تو مش هنا، كان يغني معنا في فيترين، كان عنده صوت ياسر على المحلاه. اصلا العباد يسمعوه يقول لك هذا امام، فهمتني؟ كذا كريم ميوزك نعيشو كوم لي زوم دافير بيتشز كاش موني ريان دو غافير اون فا نيكي تا مير اون اي لي بوس سي كلير بيتشز وين مون فخير اون اي لي بوس سي كلير من الاخر وعلى الاخر عطاكم ايه عميلة صمت في اللي غطير خود بيدي فازي تغطى كليك باموري كرارزي محاستة بغوني دوري جيب الجانب بيدو زوبيني لا فيني ايرو اش دوزف سيرو الفريد دون فاك جمرا بريد سوق في هون بالكيف يلعب فاتا هوني بيزف دون لي بي دي تخوازف. بون الفاز هذيك وقت بعد ما صارت المشكلة نتاع ايمينو ولد الكاز والكا في بالي مدعو معاهم نسيت بالضبط شكون. بعد ما فات المشكلة نتاع الحبس مينو حب يعمل كليب، معناتها حب يعمل تورني على تونس كامله، مشى جي مشى جمع حدانا الكريم ميوزك وعمل دوره في منوبه في حومته. هذوما ثلاثه بلدان كبار معناتها سوسه صفاقس وتونس العاصمه، حب يعمل كالتورني هكاك باش يصور فيه الكليب. بون عملنا دوره حوسنا كل شيء وتات عملنا فريستايلات مع بعضنا الكل. الفريستايل والله لا حبيت نهبطه وتعديت مع امبيونس فاميليال فاميليه موسيقى ولا فيك الوقت ما فماش واحد يخمم في هيت ولا فماش حاجه ليكيد في الراب، فهمت؟ بون الكلون تاعنا ما كانش فيه، كان رابورات معناتها كريم ميوزك ديديكاس مره اخرى كيكوس في واشنطن توا نو برو جي كانوا معنا برودوسرز ورابورات كاسحين فما اشتوام بلاك مول صابر شيماد مومان كادوزام وسامحوني اللي ما تفكرتهمش خاطر كلنا برشا سيرتو فما جنرال رئيس البلاد زاده كان معنا. يقفوا امامهم واحنا اعطينا التعليمات ونعول على تعاون الجميع حتى نفرق بين هذه العصابات المجموعات من المنحرفين الذين يستغلون الظرف. الفترة هيجي والدنيا كل داخلة بعضها، وقت اللي صعيب تلقى شكون يتكلم خرج الصوت من قلب الحوم الشعبية بتاع صفاقس تحديدا من هنا. الصوت هذايا أغنية هذه ولات أيقونة الثورة التونسية. Tunisian rap star El General penned the unofficial anthem to the Arab Spring, making him a darling of the Western media. But now, 2 years on, he is calling for Sharia law to be imposed across the crisis-hit North African state.
رئيس البلاد هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاحلام 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف الحاكم بالمتراك تاك ما على بالوش مادام ما فما حد باش يقول له كلمة لا حتى القانون اللي في الدستور نفخه وشرب ماه كل نهار نسمع قضية ركبوها له بالسيف بورطال حاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف في اللحلة تهرب في نسال ما تحاجبين زعما ترضاها لبنتك عارف في كلامي يبكي العين عارف مدامك بو ما ترضاش الشر لصغارك الور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك يحكي معاك من فرنسا رانا عايشين كل كلاب باش ترى الشعب عايشين الذل وذاقوا من كاس اعداء رئيس البلاد شعب البلاد أنا أغنية رئيس البلاد كانت لغتنا احنا تمهيد صار قبل الأغنية هذيك هي من الأول شديت الثانية هذيك جات أغنية رئيس البلاد كتبت قبل بريسك بجمعة 10 أيام حاجة كيما هكا بديت في الأفكار اخترت الاسم سيبوها وقتها معناتها رئيس البلاد وبديت نكتب وبديت الجمعة هذيك وأنا نقولش باش نحكي فيها باش نحكي فهمت لين عرفت شنو هما النقاط نقولوا احنا اللي نركز عليهم جا تيتر كله انرجي كله ريسك اكيد انك تسمع رئيس البلاد اصلا من التيتر معناها سيدي جات خفيت الريسك معناها على رئيس البلاد انا وقت طول صغير معناها فما جرأة فما انرجي صارت وقتها فما برشا حاجات ممكن سابقة عمري معناها تقول انت كيفاش جات الفكرة وهبطني وقتها قبل في ليلة 7 نوفمبر 2010 وقت سيدي جا العباد الكل تعرف شنو 7 نوفمبر جا كوم كادو معنا الرئيس من وقت بدا تيتر يدور في بيتو نهاري من زمان وبدا فما حاجات تتبدل فهمت في الحومه ولات فما ناس قاعد تشوف فيها معناها ليا قاعد تراقب فيها حتى في الطاوله هنا في حومتنا كيف عديت بريسك البريود هذيك الكل وانا سو كونترول براتيكمون وبدات تتبدل بالطبيعه عرفت تشوف العباد كيفاش تغيرت عليك تشوف العباد كيفاش بعد تشوف معناها حاجه متوقعه فهمت سيرتو انا وقت نقرا معناها شوف في برشا حاجات تبدلت برشا ناس قاعده تبعد بشويه معناها ما نجمش نلوم في هذاك الوقت معناتها ملي كملنا شويه بدات هكا تلحموا كل واحده شويه في تونس بدات الامور تتبدل وقت تعرفوا معناها جات البريود نتاع البوزيزي زاد كملت نقولوا احنا طلت في الحركه الشعبيه اللي صارت فهمت معناها جات سبونتانيه الحكايه ما فماش حاجه مركبه الثوره بتاع تونس ما جاتش هكا تقول انت جات شوك للعالم بصفه عامه في اخر ديسمبر كملت خرجت انا تونس بلادنا زدت عرفت في الاتاك وفي الحد نتاع ستيلو اونتر بارونتيز راه وقتها كانوا نسالك باليبوك راه واحد كيف قاعد يبكوا راهو بالحق مش كيما تو جينيراسيون تفهم معناها اللي معاصرين الوقت هذاك راهو بالحق عباره شدد النار تلقاها بوستيلو فهمت هذه جوست معناها حاجه بالحق الراب كان عنده متعه كبيره افتقدناها معناها تويكا فهمت هذاك الريسك ولا تدخل الاستديو وتصب تيتر كيما هذاك راهو بالحق تحس بروحك عباره كيما تشوف تو في الافلام سوبرمان ولا باتمان عرفت بالحق تحس روحك عندك رول وعندك وزن معناها تقول في كلام حاجه معناها حاجه قويه في الوقت هذاك في العهد هذاك لين وصلنا قلت ديسمبر خرجت تونس بلادنا وبدات الامور تتغير في تونس اكيد ما كناش باش نعرفوا انه فما ثوره اصلا حاجه اسمها ثوره ما كناش نعرفوها في مخاخنا العباد مش فاهمه شيء تونس وين ماشي شنو يصير معناتها لين الامور خرجت على السيطره معنا دخل جونفي بدات الاحتجاجات اكثر مين جا 6 جونفي عاد شالوني وانا هبطوا عليا تبارك الله تقريبا 40 نفر معناها عصروا الدار وانا وقتها كنت نعرف معناها تصير حاجه كبيره ما كانتش حاجه نقولوا احنا غريبه ولا اكيد عارف مصيري اللي انا تجي نهار معناها ونظام باش يشدني هذاك اللي صار 6 جونفي معناها صار الاعتقال ومشينا لروحنا انا قلت سي معناها الامور وفات وكو وقت عمري 21 سنه كنتش عارف باش يصير معناها شنو المستقبل شنو باش يصير كذا
ديريكت هزوني من هنا، قالوا لي وزاره الداخليه، وانا غادي بدات الرحله نتاع الستريس ونتاع العصب ونتاع تقول انت سي معناها اليوم ما عادش راجع، ننسى عائلتي وننسى مستقبلي وننسى كل شيء. فوق نتاع صفاقس فما برا كارير كبير برشا، برشا في السويد معناتها معظمهم تو يعيشوا برا كيما سانشيرو، كان عندنا هشام حسين بنطوس الله يرحمه، إحسان تو مخرج سينمائي في أمريكا. من بعد خلطنا احنا الجينيراسيون اللي بعد الجروب كبر وصفاقس ولا فيها راب، فيها راب بوليتيك، راب انجاجي. مش كان صفاقس تونس كاملة، ما حنا نحكيو على صفاقس. من بعد الموفمنت هذيكي وكبرت الحلم، كبرت وكملنا الطريق لين وصلنا البريود نتاع 2007 2008 وكيف بدات تكساح. فهمت فما راب انجاجي اكثر حده من قبل، علينا شويه البار. عملنا جروب لهنا زاد في قومتي في حي النور، انا وبلانكس وسيير وعلاء ومستر بسايكو. معناها شله كانت على محلال واحتساب، معناها كانت عندنا حلمه وكانت عندنا هكا انرجي كبيره برشا. كونا جروب في دار خونا بلانكس نوجه له تحيه كبيره. ومن غادي بدينا كل مره نجيبوا حاجه في الاستوديو، لين عملنا استوديو صارون نسجلوا فيه شيخين معناها. بريود لين وصلت بريود نتاع رئيس البلاد. رئيس البلاد كانت نقله نوعيه براتيكمون ليلي ولا الراب التونسي معناها ولا راب عربي بصفه عامه. الأغنية جات باش نقول لك معناها عندي بريود قبلها اللي أنا مخطط لها، لا جات في البريود التيرانية معناها. كانت قبلها حاجات، كانت سيدي الرئيس، كانت فما برشا تراكات. اليوم نتكلم عندي ألبوم في ما بين 2008 2009 اسمه اليوم نتكلم. براتيكمون أنا الشخصية نتاعي في الراب كانت معروفة، التوجهات نتاعي كانت معناها ندافع على الشعب، نحكي باسم الشعب، صوت البلاد. مشيت في الخط هذاك. بلدورة شوف بلادك حالها يسخف صافا صابين. تونس فيها شعب منتف، كانت حابة تعيش لازم ديما تبقى مكتف. ما كانش تتعب برشا ويردوك عالدين متخلف. سوق سكر فمك هذي بلادك خيس، لو وش خيت فازي حضر تي فاليز. تي شوميغ ورينا طون ميتريز، جات لان الفو بيان كو جو لديز. نحب نعيش مكيس، نحب بلادي تولي. اي جهات كيف معروف اكثر جروب ان جي 5 مازال في زنقه جيش من طريق تونس. اما الجروب اول ما بدات في سنه 2002 كنا جروب بريك دانس. جهاد اللي هو العبد لله، سمير العايدي، حمزه عثمان، بلال الحديجي، خليل التليل. حسيلو كان خليل قعدت عنده علاقه مع الهيب هوب، الاخرين ما عاد عندهم حتى علاقه بالهيب هوب، كل واحد مشى في المسار نتاعو. وانا ما حبيتش اسم الجروب يموت. 2012 عاودت عملت الجروب من الاول وجديد نفس الاسم، اما الجروب كامل تبدل. وبين 2002 و 2012 بين 2000 و 2012 بالطبيعه بحكم الظروف نتاع قبل مش كيف توا، اما شويه برودوي، اما كاسات معفونيه 2004 2008 زاد فما تيتر. ابارتير من 2010 لين نوصلوا ل 2015 ولين تعمل الجروب فما برشا انتاج، وان شاء الله الجاي خير من القديم، خاطر حتى القديم حتى شيء. بالنسبه للي زونسيان في صفاقس نعرفوا اللي احنا نخدموا على قدنا، نعرفوا بعضنا ما يعرفنا حتى. دخلت نقرا تيد بريفي عند بروف نتاع انجلي سي عصام القاسم، يذكروا بالخير الله اعلم كيف بالضبط. وانا مغروم بالشعر. اول حصه في اللونجلي شنو هي الهوبيز نتاعك وكا الفازات، باش مغروم؟ قلت له مغروم بالشعر. بعد ما فات الحصه قال لي راهي الشعر لغه قديمه،
فما حاجه اسمها هيب هوب ولا عطاني كاسيتات دوبل كانو، واحد اسمه شيريخان قرموه من الجنوب، زوز كاسيتات اخرين ما فيهمش حتى اسامي. وغادي كبدا الغرام بالحق، فهمنا اللي فما ريتا فرانك بوت عاد الشعر كو ما عادش بوت ريت سايبه. بالنسبه للكاسكيتات سناب باك، انا عندي مشكله مع الناس اللي تلبس فيها مش الناس الكل، نوعيه معينه نتاع ناس هذوما اللي كانوا يضحكوا علينا قبل. يقول لك شبيه لابس كاسرونه في راسه، واحد يقول لك لابس طنجره، واحد يقول شبيه الكاسكيت محلوله مش مسكر، اللي تو رجعوا يلبسوا فيها. معناتها هذوما اكثر حاجه بحكم الكونسيبت هذا على تاريخ الهيب هوب في صفاقس. نحب نعمل اوماج لحسين دونكوس، غني مع الراجل معناتها كاريرو كو سوا كارتيست هو شونتور على ولا كاستوديو، عطاه برشا بريس في صفاقس وتوفى وقليل برشا ليه. كاسر فانكات بين ستيل وورقة، عندي سنين شد المايك بموسيقى انتر بويس، عندي سنين شد المايك شغل امام الرافي نفس الدم، الرافي ولدي جيت وضايع بين حرام واحلام، هاك درام 21 سنة. اول ما بدينا معناتها في صفاقس فما دي جي عثمان، دي جي عثمان كان معها احمد دي جي اماد، كانوا وقتها يخدموا للجروب نتاع بلاك وايت اللي كان فيها ولد خومتي في طريق المطار رضا حباره، وثم واحد اخر نسيت اسمه في بالي حمدي ولد طريق جابس. احنا كنا قبل في الراب ثم اللي عند دي جي عثمان كما قلت في بلاك وايت، وثم العبد لله انا وسام كاميكاز. وقتها انا سجل على روحي وحدي، هو سجل روحه وحده، هكا ساعه ساعه نتقابلوا عند دي جي لبرانس. دونك اللي بداوا اول عباد يسجلوا دي جي لبرانس، دي جي عثمان كيما قلت لك لبرانس، ثم وسام كاميكاز والعبد لله. وسام تو يعيش لبرا نسلموا عليه، وثم بلاك وايت، وثم لايت بيت. بون لايت بيت ما عنديش فكره مع شكون كانوا يسجلوا، كان معهم طفله مش في بالي اسمها إليف هكاكا، وثم حسان القسنطيني الله يرحمه عامين 3 من اللي توفى، غنى ديجا مع بلطي في اغنيه سوريانا. هذوما اول عباد بعد مع اسامي اخرى معناتها نجم تقول قراب لبعضنا زاده كيف كنا لهنا نتقابلوا في الانطلاقه. انا سانشيرو رغم اللي كان اسمه بلاك ديفل ما كانش حتى سانشيرو، بدل الاسم سانشيرو في اول حفله غنيتها انا وياه هنا في البورقيبه سكول، وساعات نغنيو في ليزون دو فرانس. غنينا وقتها مع لايت بيت، انا سانشيرو، احمد صاحبي توا في كندا، كيف شكون اخر وقتها تيمان معروفه تيمان في تونس، من اول الجروبات وقتها بداو زاد مع ولاد البلاد، هم الجروبات الاولانيين في تونس. تفكر زاد صابر بلاك مون، زاد مال قدم، سليم فاتمان، نعطي حق الناس الكل، رغم اللي ساعات تصير شويه مشاكل بين بعضنا، اما انا ما يسالش هذا توفيق، لازم نعطي حق الناس الكل. هذوما ما فما شكون ساعات يصيروا بيناتنا هكا، اما هذا حق باش تعطي حق الانسان وقتاش بدا وكل شيء. سليم فاتمان نتفكر كان عنده استوديو، بون مش ما نقولوش بلغه استوديو، خاطر احنا قبل حتى انا ديجا كان قبل عندي ماتريال ديجا بريتك تصاور تفرجت عليهم من البلاتين، كنا قبل بالبلاتينات كاسيتات حاجات بدائيه. تفكر حتى سليم فاتمان وقت كان يسجل سانشيرو مسجله سوني، كان عندي اختها على فكره. انا ديجا نتفكر عام 96 ولا 97 جاتني كاسيت طلعت في بالكانو، كنت من اول العباد اللي خرجوا الكاسيتات هذوما، كانوا انتردي انهم يخرجوا في البلاد، وكنا نبيعوا فيهم توصل الكاسيت حتى 7000، وريتهم حتى في باب الجبلي وقت يبيعوا فيهم. ايامات كانت البرارك او الناس القدم اللي قاعدين يتفرجوا فيها يعرفوا فاش قاعد نحكي، كانوا فما كيما مش مخلص كاسيت وبرشا حيت كانوا عندهم الكاسيتات يبيعوا، اما كانوا برارك الزرق مدهونين بالازرق باللوح كانوا يبيعوا في الكاسيتات. انا كنت من الناس اللي نسجل لهم وقتها. ديجا مره تفرجت على انترفيو لسه بالكانو، قال يخدموا في كما نقولوا كناتريه معناتها، فهمت؟ كان يجيو من الجزائر، قلت لي كما نقولوا في الخدمه هذيك بتاعهم شيء، كانوا يدوروا الكاسيتات زاده هكا يعرضهم تونسي، يقولوا له هاي كاسيت دورها، كانوا الكاسيتات بالسرقه يقولوا. هو ديجا غنى مره قال يسمعوا فينا بالدرقه واحد، وبالرسمي كنا نسمعوا فيهم بالسرقه معناتها الاغاني، خاطر وقتها هذيك ايامات بن علي انك تقول
كانت حريه التعبير كانت صعيبه انك تعبر معناتها فهمت. كنت انا في الفتره هذيك وقت مغروب مايكل جاكسون اول ما جاء مايكل في تونس غادي وين تغرمنا بالموسيقى كما نقولوا هذيك، ما كانتش راب، بالعكس احنا كي كنا نسمعوا يمكن في الراب كنا نقولوا شنو هذه، احنا هذه موسيقى نتاع الغربه بالعربي فما فهمناهاش اول مره نسمعوا فيها، راهو كنا ما احناش حاجه فاهمينها. فما برشا حاجات مثلا هذيك بديت مع بدايه الراب مثلا العبد لله والبلاك وايت، وكيما حتى سانشيرو وقتها كان معاها شكون من العائله بتاعي يغني معاه، وكان زاد معاه واحد اخر صاحبه ما اسامي نسيتها، فما ظهر لي مهدي سيستو زاد، فما شويه اسامي نستحضرها، فما اسامي نسيتها. كنا ماشيين انا عامل جروب اسمه الانتر بويس، كان فيها خويا معايا وكان فيها زوز ولاد معايا في المطار نقدم لهم تحيه زاده فهمت. كانوا هذوما كنا قبل ماشيين حتى في عندك في البلاك وايت، وعندي انا الانتر بويس، وفي لايت بيت. كانت عندنا نعملوا واحد يغني بالانجلي، واحد يغني بالفرنسي، واحد يغني بالعربي، باش نلوجوا على الانتشار البرا معناتها، خاطر ما كانتش انترنت في تونس، ما كانش حتى التليفونات ما كانوش موجودين وقت اللي احنا غنينا. انا نتفكر مره عملت حفله في عقيره بني نصحح العباد في ورقه فهمت، ما كانش حتى التليفون باش يتصور معنا. بالنسبه للهيتات اللي ضربت نحكي لك صفاقس وتونس فهمت، خاطر هذين نستحضرهم انا في الكاسيتات. كنت معناتها نسجل فيهم. كنت قبل كان عندي مسجله سوني فيها زوز بلايص تاع كاسيتات، ناخذ كاسيت فيرج وقتها ناخذوها بدينار نحطوها هكاك ونقعد نسجلوا فيها باش نعطي كلمه حق للعباد. من اول الاغاني اللي سمعناها كاميكاز اللي لطفي دوبي كانوا من الجزائر، ثم نعطي دوم نكسر فم لسليم أرناؤوط، وثم زاد بلاك وايت جروب بلاك وايت رضا وايمن في بلي حمدي، ثم اغنيه الفيس، ثم ايمن يقوم منه يدخل هكا كيفاش بعد هيك يحكي كيفاش ملي هو في الكار يوصل للليسي. قبل الاغنيه لازمتها كانت تضرب في الليسي هذيك، اني تعرف اغنيه نجحت خاطر نقولوا اعمارنا وقتها تاع الليسيات. انا كنت قبل جارديا مع سيزيس، رانيت وقتها في الوكاله نتاع سيزيس الكبير، كانوا اكبر واحد فينا في العمر، كانوا يخلطونا الكل عند سيد بوراوي الشعري. اكبر واحد فينا هو الناصر البدوي، وكان اكبر مني بشويه علي الخلايا، هذوما ديجا سميتهم خاطر جارديانات مع بعض نجحوا وتعرفوا بالكدا. كنت انا معاهم نتذكر روحي انا منهم مره مروح من طريق المطار، ثم واحد عرضني عنده كاسيت هذيك انا ما عنديش منها جمله، اقسم بالله كانت عندي جواندوات ما عندي شكون خذاها ما عندش كل واحد، وانا كنت نشوف فيها حاجه كبيره كالجواندوات فهمت والله بالرسمي. هو ما لقيت ما نعطيه، ما عنديش فلوس وقتها، قلت له واش قال لك في الجواندوات هذوما؟ عود يفرح، قلت له اعطيني الكاسيت نعطيك الجواندوات بالرسمي. خذيت الكاسيت وروحت نسمع فيها وعطاني الكاسيت عطيته الجواندوات. معناتها صعيب انك تدبر كاسيت في الوقت هذيك، صعيب اللي عنده كاسيت نتفكر قبل توصل مع 27 دينار، نحكي على 27 دينار في الفتره اللي نحكي لك عليها انا راهي غاليه. باهي قبل ما بديناش نسجلوا في الاستديوهات، خاطر نسجل اغنيه في الاستديو كانت حكايه مكلفه وما كانوش برشا استديوهات. اول ما بدينا كنا كيما انا كنت في الدار 30 دي جي، كيما عثمان كيف لكن وقتها عثمان متطور علينا اكثر فهمت، ماتريال اكثر منا احنا كيف الفرانس كان دي جي متطور اكثر فهمت. لا نتذكر حتى البي سي معناتها القدم على الاخر فهمت كيفاش ولا فما دي جي برشا ما عادش كلهم كانوا دي جي معناتها فهمت ولا تلقاني انا مثلا في الدار ولا في الدار وتلقانا عندنا الميكرو معناتها تاع الميكرو صغيره كميكرو كاس ولا ما كان. اما اول واحد في الرابرات معناتها انه خدم بالكونسول وبالمونيتور هو العبد لله الاستوديو بوكس جاي تفكروا على العباد. اول واحد تقريبا يكون في الرابرات وحيد خدم بالكونسول معناتها فهمت ولا مشيت خدمت معناتها هاردوير اكثر معناتها فهمت. وثما استوديوهات اخرين زاد صديق عليهم كيما نعمل شعري كيما حاتم شعبان فهمت ولا هذوما هما اللي تنجم تقول استوديو انه يخدم كل شيء. وانا واحد من الناس كنت اول رابير اللي هنا في صفاقس نعمل استوديو يسجل كل شيء. انا يجيني الفيرا يجي يسجلوا عندي، يجيني جماعه الراي، يجيني جماعه الشرقي فهمت ولا هكاك. لكن الباقيين الكل كنا يجينا في فتره ما انه انا مثلا جات في فتره نسجل بالكاسيت، شد لك الكاسيت نحط عليها قرطاس هكاك فوق التيت نتاعها
ونسجل فوق الانستريم تاعها، والا زوج مسجلات نخربوهم هكا لبعضهم، والا نمشيو الدي جي. اما هكا ما تنجمش تحصل شكون الاول، تعرفش علاش؟ خاطر كلنا كنا نعملوا في الطرق هذيك، فهمت؟ كنا بالطرق هذيك. اما كاول استوديو نحكي رابور عمل استوديو هو الحمد لله. كاستديوهات الاخرين قبل كان ثم نعمان سجلت عنده، فهمت؟ نعمان شعري. كان ثم زاد حاتم شعبان تفكر هزيت له بروجرام اسمه هيب هوب اي جي، خليته من البرناس وقتها من تونس، فهمت؟ هزيت بحذايا وقعدنا بحذاء بعضنا، ومعايا عاطف صاحبي وقت خدم الارونجمون. افكار ما عندنا كلمه مني، فكره من حاتم، فكره من عاطف بعضنا ولا نعمان. وحتى زاد وقتها سليم فاتمان زاد خدم مع نعمان. معليش باقي يجمون فيش، كان قلت ما نجريش، واذا بعت ما نجريش، بلاد بيش ما عطاتنيش، خلاتني نكعب لوطريش، خيستك خمينا كاره ترب بينا، غرم هارب بيا، بيشني في هاويه، راكش في زاويه، فوسكم مش ناويه، قلبي كان مامون، صحابي كان ديزون، بري بحري من البراري، متعلم مانيش غاري، ما عنديش مع على بالي، مانيش نجري على صغاري، مستقد البري نتجنب في شري، ما نحبش نسري لا سرك لا نسري، كان الرب اللي عطاني كي نموت فما ما نخلي، نعرف روحي غالي من صفاقس ليطالي، نافع اللي ينفعني، غالب شيطاني، ما قلتلكش تبعني، كل انت وبيكون معليش باقي يجمون فيش، كان قلت ما نجريش، واذا بعت ما نجريش، بلاد بيش ما عطاتنيش، خلاتني نكعب لوطريش، خيستك خمينا كاره ترب بينا، غرم هارب بيا، مش فاويه، راكش في زاويه، فوسكم مش ناويه، قلبي كان مامون، صحابي كان ديزون. نضيف من 10 شهور نعرف باللي الفن بخوت، كلمة حد ما نرجعهاش حتى كان جرتها نموت، ما نحبش ربطان الخيوط، مانيش ضارب كي ريحة الحوت، اقحاب ما جبتش في كليبات باش نرضي ببليك مكحوط، ما نغنيش مخروط، صاحي ذراعة تهد حيوط، شيش صحيح كانت تجيبها معانا تموت. شديت ورقة وستيلو اليوم حبيت نحكي على خاطر الحكاية هذه بالرسمي صارت لي، ما عندي خو خلداني وشز الحدود، خلاني وحيد نسمع كلام لانه من البوجرة الدمعة من العينين، ما كناش مصدقين مصدومين عارفين الليلة حارقين. في وقتها كنا خو شي ما فاهمين، زعما يوسو زعما يغرق وربي معاهم امينه، صدقني مقهوره علي مشى وخلاني، تمنيت لو كان جا معايا كبرني ورباني، لكن في يوم اللقى مختار الغربة حياته، قال لنا اوبليجي غادر بلادي حسن من احواله، من اللي مشى عليا وحدي تربيت صغير، حبيت يكون واقف معايا خويا الكبير، هذا زهري اش عطاني وهذا ربي باش بلاني، زعما بلاد القرة واللورول وما فيه نساتني. يا خويا ربي خليك، دنيا ما تسوى بلا بيك، تمنيت تكون بجنبي، انت فرحي وانت دربي، علاش خليتني في الهم نعاني، عايش في الدنيا. اغلب لي فونداتور متاع الراب في صفاقس يعيشوا لبرا، فما اللي حرق، فما اللي شاف حياته، فما اللي تبع دومين اخر، فما زاده اللي نسيناه. واذا انت تعرف رابور من القدم في صفاقس ما تجبدش في الحلقه هذه، تنجم تحط لنا اسمه في الكومنتير. اذا عجبتك الحلقه تنساش تعمل جيم وابوني، وملتقانا في بارتي 2 مع رابورات اخرين من جينيراسيون اخرى. تو تشوف عباد مساكن ما عندهم كان البيس، تراهب موتورات سراو الفيس، فرزاتشي جورجي وبورجي وارماني، بيجو باص ولا دولتشي جاباني، جولف كات بيام زاز ترواه، تحكي كان بالكليو كله دي اترواح، بورتابل نوكيا ولا الكاتيل.